أصبح مشهد إيقاف القيد لنادي الزمالك كابوس متكرر. عارف انت المسلسل العشر حلقات؟ الزمالك في الحلقة الثامنة دلوقتي، لسه التاسعة والعشرة والحداشر والاتناشر. صعب أوي يا جماعة اللي بيحصل، يعني كل يومين أو كل أسبوع إيقاف قيد إيقاف قيد، في الوقت اللي الكل بيدور فيه حل مشكلة القضايا اللي موجودة والأحكام اللي موجودة. الكل اتفاجئ بإيقاف قيد جديد على نادي الزمالك. انت عندك يعني كواليتي بقى مختلف. عندك ايه؟ عقوبات لعيبه، دخلت على عقوبات انديه، لعيبه قديمه لعيبه جديده، الانديه اللي الزمالك اشترى منها زي اللي حصل الساعات اللي فاتت، والنادي البرتغالي الخاص بشيكو بنزا. المشكله ان انا عرفت كمان ان نادي اتحاد طنجة المغربي والنادي الاوكراني بتاع اخوان بيزيغ هما الاثنين. النادي بتاع طنجة اللي الزمالك اشترى منه عبد الحميد معالي، والنادي الاوكراني اللي الزمالك اشترى منه البرازيلي خوان بيزيرا، الاثنين مقدمين شكاوى جديده ضد نادي الزمالك، يعني ممكن ياخدوا احكام جديده. نادي ايك السويدي اللي خاص بعمر فرج مقدم هو كمان. يعني انت دلوقتي القضيه السبعه، الثلاثه دول هتوصل القضيه على 10 قواضي، 10 قواضي. حاجه صعبه جدا 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 جدا. في رأيي مهما كانت المشكلة المالية والأزمة المالية جوه نادي الزمالك، ما ينفعش عدد القضايا اللي يوصل على نادي الزمالك 10 قواضي. صعب جدا يا جماعة. في حاجة اسمها الايمج بتاعت النادي، صورة النادي. لما تيجي تتكلم القيمة التسويقية بتاعت النادي، لما تيجي تفاوض نادي بره، لعيب بره عايز تشتريه، لعيب هنا عايز تشتريه، انت متخيل بتوصل 10 قضايا. طيب ليه وصلنا للمرحلة دي؟ وليه استنيت لحد ما القضية ورا التانية ورا التالتة؟ خلاص الاوريدي دلوقتي سبعة مع الثلاث قواضي اللي ممكن يجوا كمان. القضايا الثلاث قضايا الجدد بيوصل عدد القضايا على نادي الزمالك 10 قضايا، كتير جدا. بخلاف ممكن عندك كونراد في النص، عندك ابراهيم مضاي كمان لسه ما اتحلتش، كتير جدا. وانا بالنسبه لي في ازمه ماليه، لكن ما كانش ينفع ان المشهد يوصل للمرحله دي. لان يعني شيكو بنزا ده الزمالك اشترى من النادي البرتغالي بتاعه، قيمة القسط 200,000 يورو. طب وكل ما الزمالك يتأخر على قسط النادي هيقدم شكوى. والناس استغربت هو ليه القضايا بتاعت الأندية ليه اتحكم فيها بسرعة على الفيفا. القضايا بتاعت الأندية غير اللعيبة ممكن تاخد وقت، لكن الأندية بيكون الحكم فيها بشكل سريع. الزمالك محتاج دلوقتي عشان يفك القيد في يناير مليون دولار. مليون دولار، 50 مليون جنيه مثلا. بتتكلم ان الزمالك عشان يفك القيد، مش عشان يجيب صفقه ولا عشان يدي مستحقات لعيبه وعشان يجيب مدير فني اجنبي. مليون دولار. مجلس الاداره اللي موجود حل قضايا سابقه ما كانش هو طرف فيها، لكن في نفس الوقت جوميز انت اللي مسؤول عنه. جروس انت اللي مسؤول عنه. نادي مثلا بتاع شيكو بنزا ده انت اللي مسؤول عنه. في جاني سياسي كان من قبل كده، والقضية اتكملت بعد كده مع المجلس الحالي. كتير جدا يا جماعة، كتير جدا. أنا يعني الواحد من زمان ما شافش الزمالك بيمر بالمرحلة السيئة دي. لو عايز توصف المرحلة اللي موجودة دلوقتي، مرحلة سيئة، مرحلة بائسة. عايز تقعد واحد قدام مسلسل عشان يعيط ويجيله اكتئاب، فرجوا على اللي بيحصل في نادي الزمالك. حاجة تدعو للاكتئاب، حاجة تدعو للحزن. مفيش خبر يفرح. كل يوم ورا التاني مشكلة، لعيب هيفسخ، نادي خد حكم، لعيب خد حكم، مشكلة أرض أكتوبر، مفيش مدير فني أجنبي، خالد أحمد أبوف مع أحمد حمدي. هو في إيه يعني؟ الوضع اللي جوه نادي الزمالك ده ملوش نهاية. مفيش نهاية للي بيحصل. مفيش خلاص نحط نقطة كده ونبتدي بقى من أول السطر. وسط كل ده الحقيقه الزمالك فريق الكوره بيكسب، بينافس. هتبص على الكونفدراليه او الدوري، الزمالك مش بعيد يعني بشكل قاتل، لا الزمالك موجود وواقف على رجله وبينافس. نتمنى بصراحه كل القصص دي تخلص، نتمنى المشهد ده ينتهي جوه نادي الزمالك، نتمنى ان يعود الاستقرار من جديد لنادي الزمالك. الزمالك محتاج الاستقرار، جمهور نادي الزمالك محتاج ان هو يفرح. صفقة حامد حمدان،
حامد حمدان لاعب بتروجيت. زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد امبارح في قناه اون سبورت ملعب اون تايم اكد حاليا بيراميدز هو الاقرب لضم حامد حمدان. العرض اللي متقدم للاعب نفسه راتبه $1,000,000. اكد ان العرض بيراميدز هو الاقرب حاليا، هو الاقوى لضم حامد حمدان. ضياع صفقه حامد حمدان لنادي الزمالك انا بالنسبه لي مشكله جامده، مشكله جامده. ما تحاولش اول السنه اللعيب كان جاي وما جاش، لحد الايام اللي فاتت حامد حمدان رغبته الزمالك وحامد حمدان هيجي الزمالك. طب خلص بقى وروح ادفع فلوس لبتروجيت. عايزين 25 مليون جنيه كاش. خبط الباب، سلام عليكم وعليكم السلام، اتفضلوا يا جماعه الفلوس كاش اهي، يلا بقى ناخد استغنى حامد حمدان. التاخير ادى الباب والفرصه، فتح الباب وادى الفرصه لانديه تانية تخش. زي ما بقول لك بحسب كلام الكابتن ابراهيم عبد الجواد ان بيراميدز هو الاقرب لضم حامد حمدان. مصير حامد حمدان في النادي الاهلي مرتبط بإليو ديانج. إليو ديانج خلي بالك لو جدد الاهلي مش محتاج حامد حمدان قوي، خلاص. إليو ديانج ما جددش، الاهلي في حاجه ضروره جدا 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 للتعاقد مع حامد حمدان. والمشهد والوضع جوه النادي الاهلي حاليا ان إليو ديانج ما جددش، وإليو ديانج هيجدد ولا لا برضك الموضوع غامض. ده بيفتح الباب بشكل كبير ان إليو ديانج ان الاهلي يخش بقوه في التعاقد مع حامد حمدان. للاسف ان الزمالك بموقفه بوضعه الحالي ما يشجعش اي لعيب ان هو يلعب فيه. ما يعني اي لعيب الزمالك بفوضه هيسال عليه 7 قواضي واللعيبه ما خدتش فلوسها من اول السنه. طب هيجي ليه؟ هيمضي ايه؟ ايه الاغراء اللي انت هتقدمه للنادي يعني كلعيب؟ اسم الزمالك كبير جدا، شعبيته وجماهيريته وكل ده، لكن دلوقتي لغة المال والانتقالات، ايه الحاجة اللي انت تقدر تقدمها للعيب تغري ان هو يجي الزمالك؟ مفيش فلوس، قواضي، مشاكل. هيجي يلعب ايه؟ هلعب وانا مش ضامن اخد فلوسي بكره؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لازم حل للمشكله اللي موجوده. وصفقه ضياع صفقه حامد حمدان انا بالنسبه لي مشكله جامده جدا. لعيب اولا انت محتاجه، لعيب كان ما بين ايديك، هيروح لمنافس ليك في الدوري سواء الاهلي او سواء بيراميدز. جمهور الزمالك اتعشم كل يوم ان حامد حمدان جاي. ما شفتش من زمان لعيب خد شعبيه وجماهيريه بشكل كبير جدا من قبل ما يجي زي حامد حمدان. يعني ده هيكون سيناريو للصفقات اللي بتضيع من نادي الزمالك. بالنسبه لي لعيب زي كريم بلكاوي كان الناس كلها شافت تألقه مع منتخب المغرب في افريقيا، في منتخب المغرب في كاس العرب عفوا، وعمل مستويات هايله. كريم بلكاوي كان مرتين جاي لنادي الزمالك السنه اللي فاتت، والقصه اللي بعد ما خلاص حجزوا له التيكت وكان جاي مشكله مرض والده واللعيب كمل مع نادي الرائد السعودي. بدايه السنه دي مع نهايه عقده مع الرائد السعودي كان قريب وتم الاتفاق معه على كل شيء وخلاص الصفقه كان في طريقها ل 100 عقبه، لكن الصفقه وقفت في الاخر بسبب الفلوس. واللعيب راح الدوري الاماراتي وتألق مع المغرب في كاس العرب، والناس كلها دلوقتي بتتفرج والزملكاويه بيتفرجوا. ايه ده؟ ياه، ده كريم بلكاوي كان جاي، ده كان زمانه موجود، ده كان كسر الدنيا. دي نوعيه الصفقات، ده اللي حصل مع كريم بلكاوي، ده اللي هيحصل مع حامد حمدان. الصفقات اللي انت هتندم عليها. الاهلي مكمل في مفاوضاته في صفقاته الجديده. ابراهيم دياباتيه، بابلو الصباغ واحد منهم مع قائمه جديده، وكتير من المهاجمين اللي ترشحوا للنادي الاهلي دول ابرزهم. يوسف بالعمري الباك الشمال. حامد حمدان الاهلي محدد، يعني لو حامد يانج مش موجود ادي حامد حمدان باك شمال. يوسف بالعمري بيخلص. والصحافه المغربيه الساعات اللي فاتت اكدت ان كان صعب ان اللعيب يسيب معسكر منتخب بلاده ويسافر لمصر ويمضي ويرجع تاني، فالاهلي كان ملزم ان يبعت مندوب لمعسكر منتخب المغرب يحاول يخلص الموضوع من بره. خلاص يوسف بالعمري تقدر تقول في النادي الاهلي صفقه قويه جدا. راجل مع منتخب المغرب رايح بيلعب افريقيا، سوبر ستار. الاهلي تيقن ان هو محتاج باك ليفت اجنبي خلاص. يعني محمد شكري
ما كانش موفق مع النادي الاهلي، عمال بقى تلعب كوكا شمال ومش عارف، بتجد حلول مؤقته، لكن الحل الاساسي والاكيد ان انت محتاج باك ليفت اجنبي. الاهلي اتحرك، خلص يوسف بالعمري. يوسف بالعمري بالنسبه لي هيكون من اهم الصفقات على مستوى الاجانب في الدوري المصري. ابراهيم دياباتي، بابلو الصباغ واحد منهم لو خلص مع باقي القايمه اللي موجوده. زي ما بقول لك حامد حمدان، ادي 3 صفقات. الاهلي، انا في رايي الاهلي لما تبص على سكواد الفريق الاهلي مرعب مخيف، ومع ذلك الاهلي بيتحرك عايز يجيب صفقات، وما اكتفاش بالقايمه اللي موجوده، لا بيتحرك وعايز يجيب اللعيب ده ويجيب اللعيب ده ويجيب اللعيب ده. فما بالك الاهلي ما بعد يناير هيبقى عامل ازاي؟ خلينا نتفق، المنافسه واقعيا الاهلي وبيراميدز، ثم ياتي الزمالك ثالثا. فرصه ان الزمالك يكون موجود تاني ويشارك في دوري الابطال بالوضع الحالي صعبه، بل صعبه جدا. انا بالنسبه لي مش هقول امتى الزمالك سيفوز بالدوري، امتى الزمالك هيرجع يشارك في دوري ابطال افريقيا. القوة الشرائية وحالة الاستقرار المالي والإداري والفني في الأهلي وبيراميدز تجعل موقف الزمالك بكل صراحة صعبة جدا إن هو يكون موجود تاني ويشارك في دوري أبطال أفريقيا. محدش عارف إيه اللي هيحصل. لو سألت أي زملكاوي أنت ضامن إن هو وضع الفريق الحالي يعني يكمل بالشكل ده الأسبوع الجاي؟ طب أنت الأسبوع الجاي ممكن حد هيفسخ في قضية تاني، مشكلة، أزمة مالية جديدة، كل الله أعلم. يعني انت امنيه المشجع الزملكاوي ان كمان اسبوع الوضع يفضل زي ما هو، مش اسوأ. هو مش مستني الاحسن، لكنه خايف من الاسوأ. عشان كده بالنسبه له يا ريت الوضع يفضل زي ما هو، بس الاسبوع الجاي ما نشوفش قضيه جديده، ما نشوفش شكوى جديده، ما نشوفش مشكله جديده. الله يكون في عون المجلس كل الكلام ده كله. لكن في الاخر جمهور الزمالك ملوش ذنب، ولما بنسال بيقولوا بصراحه ان اعضاء المجلس ناس دفعت تبرعت واقرضت النادي قروض حسنه. يعني ايه قروض حسنه؟ يعني اللي دفع مثلا 5 مليون كمان سنتين هياخدهم 5 مليون، مش هياخدهم بفوائد. حاجه كويسه. وفي ناس اتبرعت، ورجال الاعمال اللي اتبرعوا، استاذ ممدوح عباس اتبرع. لكن التوتال في الاخر وسط كل التبرعات والمبالغ اللي اتدفعت دي، انت قدام مشكله ماليه كبيره جدا. لما سالت هو الزمالك كفريق كوره محتاج كام عشان يحل كل المشاكل اللي عليه، اتصدمت. انا اتصدمت. كام يا بيه الرقم؟ 500 مليون جنيه. منه بالظبط اتقل لي من 450 ل 500 مليون جنيه. بتتكلم في نص مليار جنيه، نص مليار جنيه عشان الزمالك يحل ازماته على مستوى فريق الكوره، اللي هي قواضي ومستحقات وتفك القيد وتجيب صفقات وكل القصه دي. صعب قوي، صعب جدا. لكن كعادة الزمالك وكعادة لعيبة الزمالك في وقت الشدة، الزمالك خد دوري وكاس وايقاف قيد كان موجود ايام جيسفالدو فيرا. لكن انا بالنسبة لي لو الموضوع مشي مرة ما انتش ضامن يتكرر كتير، على عكس النادي الاهلي حالة من الاستقرار، حالة من الهدوء. الاهلي محدد هو عايز ايه، بيتحرك ازاي، اللعيب اللي هيمشي هعوضه ولا لا. لو ما قدرتش ان انا اعوضه مش هيمشي. الاهلي بيقاتل لحد اللحظه الاخيره لتجديد عقد المالي اليو ديانج، والاهلي مش هيفرط كمان في ديانج بسهوله، وهيظل حتى الرمق الاخير متمسك بتجديد عقد اليو ديانج. ان شاء الله هنكون معاكم في لايفات كتير وجديده الساعات والايام اللي جايه، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول باذن الله. شكرا.